طول غالي، اللمسه على طول ناحيه الكونان، استلام بدوران بمهاره، الباصه حلوه، التحرك احلى، السنده جوه الجول. الهدف الاول بجمله عالميه باقدام لاعبين كبار متالقين مبدعين. الله عليك على مهاراتك وفنياتك، الله على المهارات الحلوه، الله على التحرك الجميل باللاعب ونجوم القلعه الحمراء. والهدف الاول ادي العاده، ادي السند على طول من وليد سليمان، والتصوير عرضيه عاليه فوق خطير راسيه جوه الجول. الهدف الثاني عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني، ركنيه غير عاديه بارتقاء جميل جدا وضربه الراس جميله قويه. ادي الاعاده مره ثانيه، حلوه العرضيه، حلوه الراسيه من محمد نجيب، طلع لقدام زاد لقدام وعلى طول راسيه قويه. والهدف الثاني للنادي الاهلي في مرمى تشيلسي الغاني في الدقيقه 34 من الزمن الشوط الاول. 2-0 النهارده عبد الله السعيد ومحمد نجيب بيسجلوا اول اهدافهم مع القلعه الحمراء في بطوله دوري ابطال افريقيا في هذا العام. محمد نجيب وعبد الله السعيد من قبل ما سجلوش ولا هدف في هذه البطوله، ولكن النهارده اللاعب الغاني الخطير ايمانويل كلوتي على طول تصويبه ويحطها قويه، زاحفه على يمين شريف اكرامي. 1 تشيلسي الغاني، 2 النادي الاهلي. هدف بقدم اللاعب ايمانويل كلوتي في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول، من ضربه لحسام عاشور على طول بركات اللمسه والعرضيه خطيره، المهاره عدى وفوق الثالث، هدف التعزيز للاهلي. الله وليد سليمان وعيش ايامك واستمتع. وليد سليمان كبير الليله، كبير القعده، كبير هذه المباراه، بيسجل هدف جميل. المهاره موجوده، الفنيات موجوده، العرضيه حلوه بوش القدم من محمد بركات، والاستلام رائع والدوران احلى، والتصويبه فين؟ في ال90 في الزاويه اليسرى، في المكان الصعب وفي المكان القاتل على الشمال. محترم جدا، الهجمه والانطلاقه، الباصه والهجمه، العرضيه هوبا خطيره. الله جول. الهدف الرابع للاهلي المصري، والهدف الثاني لوليد سليمان. حلوه الهجمه، حلوه الجمله، حلو التعاون، حلو باللاعب ونجوم الاهلي، والعرضيه الجميله والمهاره العاليه من محمد بركات، والعرضيه اللمسه الواحده من اللاعب وليد سليمان، يحطها حلوه جميله بالقدم اليسرى عشان يهز الشباك عشان يسجل الهدف الرابع في المباراه، والهدف الثاني